حباباتي، ان شاء الله تكونوا بيان وصحتكم بيان ورمضانكم جاز بيان. اليوم جيتكم بحلوه هايله وهي مشوك الباي. كانوا يمدوها للبايات، حلوه تقليديه رجعت بقوه. نبداو بالمقادير مباشره. 3 كيلات لوز، نص كيلو سكر. راح نعطيكم المقادير بالتدقيق، يعني هي الوصفه الاصليه تاع الورشات. 300 غرام لوز مرحي، مع 250 غرام بيستاش. ودوك نفهمكم كيفاه ديروا له 100 غرام سكر، مبشور الليمون، بيضه، ملعقه صغيره زبده، 4 ملاعق كبار عصير ليمون، و4 ملاعق كبار ماء الزهر. والبيستاش ترحيوه نورمال في الغوبو، ومن بعد تجيبوه بالسيار وتصيروا الخشين نزينوا به، والرقيق هو اللي حنستعملوه في الحشو. تحبي ديري 3 كيلات ما تحترميش يعني ديري اقل كميه كيما تحبي. هاد الكميه تاع 300 غرام تاع اللوز تجيب لك قيمه 18 حبه. داكوغ. ودوك نفهمكم. نبداو نحطوا 300 غرام تاع اللوز مع 100 غرام سكر مع لو زيست دو سيترون، وندوبوا هذاك السكر كامل، ندوبوه. نحاولوا ندخلوه مليح في الحشوه تاعنا. نزيدوا له ملعقتين ما زهر زائد ملعقتين عصير ليمون. انا علاه ندير هكا باه الحشوه تاعي تجي بنينه بزاف بزاف. ونحط ملعقه صغيره زبده. والبيضه البنات ما تحطوهاش كامل، انتي ديري بيضه وحطي شويه. كيما هنا استعملت غير نص بيضه، يعني راهي تجيكم العجينه جاريه، والعجينه هي السر تاع نجاح الوصفه. داكوغ. نعجنو مليح. انا هنا لمت لي نصف بيضه، لمت لي العجينه تاعي كامله. هاد الحلوى البنات حلوى تقليديه جزائريه محض. كانوا بكري يمدوها للباي عليها، للبايات عليها سموها مشوك الباي. لي زانغريديون تاعها كشتو نوبل، دي زانغريديون نوبل كانوا يمدوها للبايات. هنا راني نعد لكم هذا واش بقى لي، يعني استعملت غير نصف الكميه تاع البيض. وزدت هنا ملعقه عصير ليمون وملعقه ماء زهر. ونزيد دوك نعجن مليح العجينه. شوفوني دوك راني رايحه نعجنها وندخل لي زانغريديون كامل في بعضهم. شوفوا تري تري بيان، اني دخلت كل شيء في بعضه. يعني البيض ديما نقول لكم هاي ليكم العجينه البنات. العجينه باه تجيكم مليحه حطوها في الثلاجه الليله كامله، يعني ديروا من قبل وجدوا لي فارس وخليوهم يباتوا وغدوه خدموا. هنا نرجعوا للبيستاش الرقيق. انا حطيت له بخاليني بيستاش وزدت لميته بالعسل. تقدروا ما تحطوش البخاليني وتحطوا وحطوا نقطه تاع لاغوم تاع البيستاش، وحطوها في الثلاجه ساعه تحكم روحها، ومن بعد توليو توزنوا. انا هنا وزنت 12 غرام. هذه هي الوصفه. 12 غرام للحشو و25 غرام للحبه تاع الحبه تاع اللوز تاعي، لاباط تاع اللوز. داكوغ. نوزنها مليح، ندورهم دوائر. وكي ندورهم تاني انا هنا واش درت الليله من قبل واش درت، خدمت لاباط تاع اللوز تاعي، خدمت الحشوه درتهم كريات. ولاباط ما نديروهاش كريات، يعني ندخلوها الساعه للثلاجه، ندخلوهم للثلاجه. وغدوه كي نجي نخدم نجبد ماشي الكريات البيستاش، نجبد لاباط تاع اللوز قبل بساعتين باه تطلق روحها، ونوزن ونبدا ندير الحشو تاعي ونخدم. وهاي لكم النتيجه. دخلتها غدوه من داك ان شاء الله. هاني جبت ساعتين الافونس لاباط تاع اللوز تاعي. شوفوها واش هايله. نوزن 25 غرام. انا لي با تاعي ناجحين ما شاء الله تاع اللوز. راني درت من قبل تاني تاع شبح الصفراء، جاتني هايله البنات. راني نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف اللي جربوها كامل جاتهم هايله. يعني عطيتكم جميع الاسرار نتاع النجاح تاع تاع لاباط شبح الصفراء، وهنا تاع مشوك الباي. البنات اشتركوا في القناه، ما تنساوش ودعموني بلايك واشتراك وتعليق. وهذا الفيديو الجاي ان شاء الله راح ندير لكم سنيكرز تاع الشوكولا هايل، لذلك اشتركوا باه تشوفوا الوصفه. هنا البنات راني نعطيكم نصيحه، اقفلوها توجور الباط داموند، اقفلوها دائما، غطيوها باه ما تيبسلكمش. وكما نعت لكم هم لي كيسات تاع الفوغ راهم يتباعوا لو غاليين ب30,000، شريوهم ضروري ضروري. هنا نطرح لاباط تاعي تاع اللوز، نطرحها مليح ونجيب الدائره تاعي
الحشو تاعي نحشيه، ما تخافوش ما تقطع لكم ما والو. شوفوا تري تري بيان كيفاه تتلم. حاولوا برك ما تخليوش الفراغات. ومن بعد ندخلها في البيض ونرمدها بالبيستاش تاعي. انا برك نعطيكم نصيحه. بيستاش انا شريت 250 غرام، بلوتو الوصفه هي فيها 250 غرام، انا شريت بالزايد والحمد لله شريت بالزايد، لانه من بعد كيبقاو لي ربع حبات الاخيره. دونك التزيين ما كفانيش، خلص لي مزيه كانوا عندي 50 غرام وليت رحيتهم وصيرت وهذاك الخشين كملت رمدت به. لهذا نقول لكم دو بريفيرونس شريو 300 غرام تاع البيستاش، بداو خدموا ب 250 ولا احتجتوا او ما يكون عندكم الزايد. انا صراحه شريته للتزيين، قلت نزين به ساع خلص لي، ومن بعد وليت شريته حايد خلاف للتزيين. هنا نكمل كل شيء بنفس الطريقه، يعني سهله. نطرح لابارت في يدي، نطرحها رقيقه خلاص، والكريه نزيد نعاود يعني نخليها بومبي ونحطها في النص ونقفلها بحيث انه ما يكونوش عندي فراغات. ومن بعد نحطها في بياض البيض. بياض البيض البنات حطوا له لافاني عندكم، نسيت ما قلت لكمش اللي يحطوا له من قبل لافاني باه ما تجيش الحلوه تاعنا فيها ريحه البيض. نحطوا لافاني ونخلطوا مليح بياض البيض، نرمدو فيها ومن بعد نزيدو في الحشو بلوتو في الزينه تاعي. ودوكا نوليو للطياب البنات. انا دوك نكمل بنفس الطريقه. نعطيكم ثاني ملاحظه مهمه للطياب. الحلوه هذه يعني انا كي بديت بعد نخدم هذه العمليه شعلت الفرن على 180 درجه. الحلوه هذه البنات راهي ما تطولش خلاص، ماكسيموم تاعها اللي يعود فور تاعها جديد وفونتيلي راهي تحكم لك 7 دقائق 8 دقائق، يعني ما تطولش، ماكسيموم 8 مينوت. الفور تاعها يعود ماشي مليح بزاف، ما ديباسيش ل 10 مينوت، وشعلي غير من اللوط ما تشعليش من فوق. اني نقول ونعاود، يعني ماكسيموم فون ديباسي با لي 10 مينوت تاعكم، راهي تفسد لكم. وما تشعلوش من الفوق، اختار ماكش البيض راهي كميه قليله جوست برك يشيح. هذا هو لو بوت تاع الحلوه تاعنا، عليها نحطها في الفور في الفرن. كل شيء واجد دخلوها. كي تخرجوا البنات اني هنا هاني كيما كملتهم كامل دخلتهم للفرن كيما عطيتكم. دوك وكي نخلص نسقي كل وحده بالعسيله. انا درت العسيله مع ما زهر، خلطتهم شويه وكل وحده عطيتها ملعقه كبيره كيما قاعدين تشوفوا. وهذه حلوتنا لنهار اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا لي جيم وتعليق. والفيديو الجاي ان شاء الله كما قلت لكم راح يكون حلوه تاع سنيكرز. كونوا في الانتظار، ورمضانكم مبروك، عيدكم مبروك. وهذه هي، الى الفيديو القادم.